السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده الجمعة حبايب قلبي، جمعة مباركة عليكم جميعا. النهارده بقى عندي ايه؟ احب الفيديوهات لقلبي. معايا عشا عروسة، واحدة حبيبة قلبي اتعشمت فيا اعمل لها العشاء بتاع بنتها، وانا ما اقدرش ارد حد يا حبايبي. عبارة عن ايه بقى العشاء النهارده؟ هيبقى فراخ مشوية، ومعايا سجق، ومعايا رز بسمتي، ومعانا كفتة، ومعانا سمبوسة باللحمة. يعني صينية كده هتبقى حلوة قوي ان شاء الله. نبدأ مع بعض نشوف ايه اللي هياخد وقت معانا نبدأ بيه، وبعد كده ناخد بقى كل حاجة واحدة واحدة مع بعضينا، وأمر الله مش هياخد وقت معانا. ربنا يفرح قلوبكم جميعا يا رب، واعمل لكل بناتكم يا حبايب قلبي. هنسمي بالله كده ونبدأ مع بعض. هنعمل بقى العصاج الأول، وهنعمل الرز برضو البسمتي. معانا هنا بصل، كمية من البصل حلوة. معايا نص كيلو لحمة مفرومة، هحط عليه نص كيلو بصل. وهنشوح بقى البصلة كده تاخد تسفيرة معانا، مش هنشوحها قوي عشان ما تمررش معانا. نبدأ بقى نشوف ايه الاضافات اللي هنحطها. هنا معايا زيت وزبدة. هحط بقى التوابل ايه؟ بهارات كبسة، معايا كركم، معايا ليمون رومي، ومعايا عيدان قرفة وورق اللورا. نحط مكعب ماجي برضو يطعم ايه الدنيا معانا. معايا كركم. هنبدأ بقى نحط بصلاية متوسطة كده ايه تطعم معانا الرز. براحتك، مش عايزة تحطيها ما تحطهاش. هنحط الكركم معانا اهو، بيدي لون حلو قوي وريحة وطعم للرز برضو. هنقلب بقى كل المكونات دي. ومعانا الرز الاصفر. الرز الاصفر ما بيتنقعش يا حبايب قلبي، كل ما الرز تبقى فاتحة هو ده اللي بيتنقع معانا. هنغسله حلو قوي ونصفيه، ونبدأ بقى نحطه ايه، نشوح كل الكلام ده مع بعضه. وهنا معانا البصلة اهي جنبينا. ما تغمقيش البصلة زي ما قلت لك بتاعة العصاج، خليها اللون اللي هو الايه الجولد ده. هنشوح بقى كده الرز مع التوابل. معايا جزرايه مبشورة هنحطها عليها، ونقلب بقى كل المكونات دي. هو أعظم العزة لله. هنقلب بقى البصل معانا، ومعانا هنا الرز تمام. معايا طماطمية مبشورة صغيرة هنحطها بالطعم العصاج حلو قوي. معايا اللحمة بقى النص كيلو هنضيفه. هنشوح بقى كل ده ونبدأ نحط التوابل بتاعتها. خلي الملح آخر حاجة. حابة تضيفيه في الأول براحتكم، يعني مش هيأثر يعني، بس أنا بحب أخلي الملح للآخر خالص. معايا برضو قرن فلفل سبايسي هحطه. معايا التوابل بقى فلفل أسمر، بهارات لحمة، مكعب ماجي، شوية بابريكا، شوية ملح فقط لا غير. جزرية برضو مبشورة بتسكره وبتخليه حلو قوي. هنضيف بقى حاجة بقى تودي العصاج في سكة تانية خالص. دبس رمان. افصلي بين العصاج اللي بتاع الحشوات عن العصاج اللي بنعمله بتاع المكرونه وبتاع الجلاش والكلام ده. ده ليه حاجاته وده ليه حاجاته. نضيف بقى ميه مغليه معانا. عندك شوربه قيسي بقى الرز، مفيش ضيفي ميه مغليه. وقلبي بقى وظبطي ملحك. وخلاص كده تمام. هنبدا بقى ايه، نتبل الفراخ بقى المشويه. خليكي معايا بقى في التتبيله القمر دي. معايا زبادي، مجموعه حلوه كده من الزبادي، كميه حلوه، عشان بقى دول فرختين بسم الله ما شاء الله كبار. حط 3 علب زبادي. حط صلصة. حط معلقتين 3 كبار كده صلصة حلوين، بيدوا لون كده وريحة وطعم برضو حلو قوي. هنقلب بقى كل ده برضو على بعضه. لو عندك بقى لبن رايب ممكن يغني عن الزبادي. 3 معالق صلصة برضو اهم. حطي خل. ده كده شوية ملح وشوية سكر. لو في عسل حطي عسل، مفيش حطي سكر. حط خل كده. ونعصر برضو ايه الليمون. نحط زبدة بقى. بصي بتخلي الفراخ تحفة تحفة تحفة. معلقتين كبار 3 كده زبدة. ونبدأ بقى نحط كمية ليمون حلوة. الليمون مع الفراخ روعة روعة روعة. نعصر شوية حلوين كده اهو. قد ليمونتين 3 كده كبار. الله أعظم العزة لله. خلص بقى كمية الليمون على التتبيلة دي. نبدأ بقى نشوف التوابل اللي احنا هنحطها بقى ايه. حط توم، معلقة توم حلوة كده، يديها برضو ريحة طعم حلو قوي. جربي التتبيلة دي هتعجبك قوي قوي قوي. معايا بقى ايه، روزماري، معايا حبهان مطحون وقرنفل مطحون برضو بيعلي التست معايا، وورق لورا مطحون، فلفل اسمر، بهارات فراخ، بابريكا مدخنة، وبحط الملح بتاعي. بس كده اهو. نحط الملح بتاعنا بقى على حسب بقى الرغبة. وقلبي بقى كل المكونات دي.
بس كده التتبيله جاهزه معانا. هنحط الزيت بقى. لا مش هنحط زيت في دي لان فيها الزبده، صح كده تمام. هنقلب بقى كل ده المكونات دي كلها. نبدا بقى نجيب الاكياس الحراريه، حابه تشويها كده في قلب الفرن مفيش مشاكل، بس انا بفضل الاكياس بصراحه، حلوه قوي قوي في التسويه. نلبس بقى الجوانتيات اللي انا مبحبش اشتغل بيها، بس يلا بقى مش مشكله. هنفتح بقى، بصي هنفتح الجلد عن اللحم. نبدأ بقى، بصي بقى كلها غرغليها، غرقيها بالتتبيلة دي كلها. وياس برضو لو انتي متبليها قبلها بيوم، بس انا بقى ايه، جه يومها بقى يعني حصل لهم ظرف وانا اللي هعمل العشاء. جيبي السكينة بقى، وافتكري اي حد يضايقك غزيه بقى بالسكينة دي. طلعي كل الحاجة اللي مضايقاكي في قلب الفراخ. ربنا ما يضايقكم ابدا يا حبايبي، يسعدكم دايما. هنغزغز اللحمة عشان التتبيلة تخش جواها، لان ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك، الفراخ كانت كبيرة. انا بحب يعني التتبيله دي احبها في الفراخ الصغيره، بس الكبيره مش مشكله برضو، لا حل. الخل والليمون بيفتتوا الانسجه بتاعه الفراخ ويطروها. ده اللي يعني السبب الاساسي ان انا بضيف خل وليمون في قلب التتبيله دي. بس مش مكتره خل، انا حاطه بسيط. هنحطها بقى في قلب الكيس. جيبي المقاس الكبير، في معاكي 3 مقاسات، في الكبير والوسط والصغير. انا بحب اشتغل الكبير بصراحه. هبدا بص احط التتبيله في كل حته. ويا سلام لو بيتيها قبلها بليله بقى، بصي روعه روعه. والزبدة بقى بتدي طراوة للحم بتاع الفراخ، بيبقى زبدة فعلا، بيبقى طري وجميل، بيبقى كده جوسي وحلو قوي، كلها بره وجوه وجواها وكله. حابة تضيفي خضار تحشيها خضار من جواها، بصل طماطم جزر بطاطس بسلة، بتبقى حلوة قوي. ممكن تعمليها وجبة كده لوحدها، وجبة غدا كده جميلة. ممكن تضيفي رز معاها كمان على فكرة. هعملها لكم مرة في فيديو بأمر الله. نفتح بقى الكيس التاني ونبدأ برضو نتبل الفرخة التانية. كده معانا بقى الرز على البوتاجاز شغال على الشعلة، ومعايا العصاك بتاع اللحمه برضو خلص تمام معايا. بص انا ببدا بالحاجات اللي هي ايه، هتاخد وقت معايا خلاص. وبعد كده هعمل ال الخلطه بتاعت السجق واحشيه واعلق عليه يتسلق. كده خلاص كده تمام. هنحط برضو الفراخ في قلب الفرن، والكفته برضو هنصبعها. هي يعني انا الكفته جايه جاهزه، يا دوبك هصبع بس واحطها، مش هعملها انا، فمش هتاخد وقت معايا، امرها سهل. وانا بسوي في التسويات اكون خلصت. وانا برضو شغاله في قلب السجق اكون برضو حاطه الميه بتغلي بتاعته، على ما السجق يستوي ويكون الفراخ استوت ويكون الكفته استوت. خلاص كده تمام. نظبط مع بعض الصواني بقى بتاعه العروسه. ربنا يسعد الجميع يا رب. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى الرز وجماله وحلاوته وريحته تحفه، كانت قلب الدنيا. هنبدا بقى نعمل بقى ايه، الخلطه بتاعه السجق. معايا بقى شويه بصل كده حلوين مسكرين كده، هبدا اضيفهم. في اللي بيحب يعملها متسبكة تمام براحته، انا بحبها ني في ني، بتبقى حلوة قوي. برضو بتديكي نفس التيست وكل حاجة، وبتبقى خفيفة ما بتتعبش. حطي كمية محترمة كده، كل ما بتزودي البصل كل ما الخلطة بتاعت الممبار بتبقى جميلة. احط الكمية كلها. طبعا بتبقي عارفة عاملة قد ايه الممبار، بتحطي قد ايه بصل، بتحطي قد ايه رز. ان شاء الله نعمل حلقة كاملة للكميات. هنبدأ بقى نحط ملح فلفل اسمر، توابل محشي، كمون كزبرة فلفل. بصي حطي ما تستخسريش. حطي شطة، اللي بيبقى بايديكي بقى شوية قرفة. يلا عيشي. ادعاكي فيهم بكل ما اوتيتي من صحة. ادعاكي ادعاكي. طلعي طلعي كل اللي جواكي. هنحط شوية نعناع ناشف. هنقلب كل ده حبايب قلبي. اعجني بقى كل ده، ومرطي بقى البصلة على قد ما تقدري، لان احنا ما فيش بقى، مش هندبل على البوتاجاز ولا هتحطي اي حاجة. فانت تبقى البصلة معاكي ايه، ناعمة وحلوة طرية، ما تبقاش ناشفة في قلب الايه السجقية. ده اللي بيخلينا نمرط كده، اسمها نمرطها. تمام. هاتي بقى ايه الرز بتاعك وضيفيه الاول قبل ما تضيفي بقى الطماطم. جربي الخطوة دي بتفرق قوي قوي قوي. الرز كله بيبقى متبل ومتطعم وبيبقى روعة. قلبي بقى كل الرز بتاعك بقى تمام. وطبعا خلي بالك ما ينزلش معاكي ميه، احنا مش عايزين في قلب الخلطه دي ميه كتير. حطي بقى
الخضره برضو حطي كميه حلوه. انا بحط كزبره وما بحطش بقدونس. ايوه، هريسه ليلتك بيضه عريس. ايوه، معلقه هريسه محترمه كده، فلفل احمر الحراق. هيبقوا شويه سجق عسل. وقلبي بقى، ما بحطش بقول لكم بقدونس في قلب خلطه السجق. بحط كزبره وشبت وكتر. قلبي بقى قلبي. على فكره ممكن تحشي السجق بالطريقه دي من غير ما تحطي الطماطم. جربيه مره هتدعي لي. كانك بتاكلي حمام، بيبقى حلو قوي. قلبي بقى، حطي بقى طماطم بقى، كتري بقى الطماطم عشان تبقى ايه، حمرا وحلو. لو عندك شويه صلصه حطي. ما شاء الله حطينا كل الكميه اهو. هي كانت حمرا قوي بس هي مش باينه ليكم في التصوير، التصوير ظالمها والله. حطي شويه زيت بقى كده حلوين عشان يبقى مفلفل معانا وحلو. خلاص كده تمام. انا كده بقول لكم انا كده تمام. هحشي السجق وحاطه الميه بتاعته تغلي على البوتاجاز وحاطه البوكيه جرنيه فيه. هنبدا بقى نحشي بقى السجق. بصوا، معاكي بقى طريقتين لحشو في كذا طريقه. ده في بيجيبوا اللي هي نص ازازه ويقطعوها ويحطوها في احنا بقى على قديمه بقى. تفتحي بصباعينك الاتنين كده وتبداي تحشي. هو ما شاء الله ما شاء الله كان يعني من نوع التخين. فانا عملت شويه منه اللي هو بوبوس دون، اللي هو بنربطه بالفتل. وشويه عملت اللي هو العادي ده اهو. تعملي بايديكي كده حبيبه قلبي بطاطيه، ما يبقاش فيه رز كتير. عشان ايه؟ ما يبقاش ايه مليان رز كده ويبقى ناشف معاكي. هبدا اعمل بقى الكميه بتاعتي كلها اهو. التخين منه مسكته عملته اللي هو البوبوس ده، ربطته بالفتل وسلقته. والرفيع منه عملته العادي. وقطعي كله بقى يبقى مقاس واحد، مبقاش واحده طويله وواحده قصيره. لا، خلي بالك وزنيه. يبقى كله مقاس واحد يا حبيبه قلبي. ربنا يسعدكم جميعا يا حبايبي. ويرضيكم في بناتكم يا رب. ربنا يرضي البنات كلها يا رب. كده تمام. هحشي بقى كميه السجق كامله وهسلقه. يبقى احنا كده ايه تمام. فاضل معانا هنعمل السمبوسه ونصبع الكفته ونحطها. يبقى احنا كده خلصنا اكلنا. بصوا ما شاء الله تبارك الله. كانوا شويه سجق عسل. هنا بقى الميه بتغلي معايا ايه. حاطه البوكيه جرنيه بصل. حاطه فلفل اخضر. حاطه ليمون. حاطه فصين توم. لو عندك جنزبيل فريش تحفه. ده البوبس اللي انا بقولك عليه التخين منه عملته بوبس. ربطته كده بالفتل. ولو عندك حتة جنزبيل فريش حطيها. بصي تحفة. لا تشمي ريحة زفارة في السجق ده أبدا. بس أنا الحاجات اللي حطاها دي هتغني بقى. حاطة الليمون زي ما قلت لكم، وحاطة بصل، وحاطة فلفل، وحاطة فصين توم، حاطة طماطم. غير بقى التوابل العطرية اللي أنا هحطها صحيحة. ورق لورا، زر ورد، حبهان، قرنفل. ايه تاني، فلفل أسمر، كبابة صيني. يعني بحب أحبش الشوربة بتاعته بيبقى تحفة. برضو بيبقى متطعم وحلو معاك. ومعنا العصاج جنبنا. خلاص كده تمام. كده الفراخ طلعت من الفرن اهي. بصوا دايبه دوبان مش قادره اقول لكم. انا نقلتها بالعافيه. وهنا الكفته كمان صبعتها وشويتها كمان اهي. هحط لها فحمايه واظبطها. يعني كده بسم الله ما شاء الله. كل الاكل معانا خلص هوا. اهو بصوا بوريكم الفراخ اما طلعتها من الكيس الحراري. بصي تحفه تحفه تحفه. بألف هنا وشفا يا حبايبي. اهو. هاخد بقى من الصوص اللي نزل منها تحت ده بالفرشه وهدهن بقى الوش بتاعه واحطها تحت الشوايه ايه. تاخد لون معايا. هو انا كنت المفروض اسيبها شويه كمان. وهو اللون ده حلو برضو مش وحش، بس انا بحبها متحمره زياده. بصوا مش مستحمله والله ما كانت مستحمله. كانت دايبه دوبان اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بألف هنا وشفا. جربيها بالطريقه دي والا ما تحطي معاها خضار كمان روعه. هنا ده شويه فاضوا معايا من السمبوسه بقيه الورق منها. ورحت مشوحاه برضه ازوق بيه. وهنا بقى ايه، جبت السجق بعد ما اتسلق حطيت عليه شويه دقه اللي هي ملح وكمون وفلفل اسمر وكزبره. رشيتهم عليه وهبدا بقى احمره في الزيت. بصوا تحفه تحفه تحفه. كانوا شويه سجق عسل. احمر بقى الكميه كلها كده تمام معايا وكده خلاص ما شاء الله. بصوا عملت الصواني. بصوا الجمال والحلاوه. يا رب عقبال بناتكم كلهم يا حبايب قلبي. بصوا بوريكم السجق البوبس. بصوا تحفه. وعملت الكفتة والفراخ مشوية. ما تقيديش نفسك. مش لازم صينية العروسة يبقى دي كرومي ولازم بط ولازم حمام. لا يا حبيبة قلبي، المتاح معانا هنطلع منه برضو حاجة حلوة وحاجة شيك. وعلى قد ايدينا يا جماعة نعدي الأزمة اللي احنا فيها دي. هتعدي بأمر الله. واللي تقدر على حاجة تعملها يا حبايبي. اللي تقدر تساعد جارتها في حاجة تعملها.
اعملوا الخير، والله والله الخير دايرة هترجع لك تاني، مش هتروح والله. واللي عند ربنا قاعد، اللي عند ربنا ما بيروحش. ودي صينية العروسة يعني، عملنا لها صينية كده على قدها برضو حلوة، بألف هنا وشفا. برضو نفس المكونات بتاعة العروسة عندها، بس هناك في حاجات زيادة شوية. واو، صينيتين حلوين زي الفل والله، ما شاء الله تبارك الله. إيه كلفوا برضو والله، مش متكلفوش، وحلوين وشيك وحلوين برضو، قدوا الغرض. ساعدوا بعض واسندوا بعض ووقفوا جنب بعض. الخير دايرة هتلف وترجع لك. ربنا يسعدكم جميعا، اللي تقدر على حاجة تعملها مع جارتها، مع صاحبتها، مع قريبتها، كله عند ربنا والله بيقعد، والله هتلاقوه. ربنا يسعدكم جميعا ويرضيكم جميعا.